في عالم الحيوانات في كائن بيمشي على الأرض كأنه جيش لوحده. فيل واحد بس يقدر يكسر شجرة بوزن طنين بضربة واحدة من خرطومه، ويقدر يشيل وزن نص طن بمنتهى السهولة كأنه بيرفع لعبة. قوة جسمانية مرعبة، لكنها مش أهم حاجة فيه، لأن القوة الحقيقية للفيل مش بس عضلاته، لكن في عقله. لو أول مرة تشوفنا، ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. عقل الفيل من أعقد العقول في الكوكب. وزن مخه بس بيوصل ل5 كيلو جرام تقريبا، أكبر دماغ لأي حيوان بري. وده مش مجرد حجم، ده مخ قادر يفكر ويحلل ويخطط. في تجارب علمية اتعملت في محميات طبيعية، جابوا صناديق عليها أطفال معقدة وحطوا فيها أكل. الأسد والنمر والدب حاولوا يفتحوا الإقفال بقوة وفشلوا. الفيل استخدم خرطومه زي إيد بشرية، لمس الأقفال واحدة واحدة وفتح الصندوق في دقايق من غير أي عنف. والخرطوم ده لوحده معجزة هندسية. فيه حوالي 40,000 عضلة، في حين جسم الإنسان كله فيه 600 عضلة بس. الخرطوم يقدر يشيل شجرة، وفي نفس اللحظة يقدر يشيل ريشة من على الأرض من غير ما تتكسر. دقة وقوة في نفس الوقت. الفيل بيشرب 200 لتر مياه في اليوم. ولو اتكلمنا عن الذكاء الاجتماعي، فالفيلة أرقى مخلوقات الأرض في العلاقات. القطيع مش مجرد مجموعة ماشية سوا، ده نظام إدارة كامل. القيادة دايما لأنثى حكيمة كبيرة في السن، لأنها صاحبة أكبر ذاكرة. هي اللي فاكرة مواقع المياه اللي محدش شافها من 10 سنين، وهي اللي بتقود القطيع وقت الجفاف، ساعات لمسافات توصل ل80 كيلو متر في يوم واحد. لكن أعمق صور الذكاء لما تتكلم عن المشاعر. الفيل مش بيشوف موت فرد من القطيع كحدث عادي. لو واحد مات، بيقفوا حواليه يلمسوه بخرطومهم كأنهم بيتأكدوا إنه فعلا مش موجود، وبعدها يفضلوا واقفين في صمت. في مئات الفيديوهات الموثقة لفئة رجعوا لمكان مات فيه فرد من قاطعهم بعد سنة كاملة، وقفوا في نفس المكان وفضلوا يلمسوا الأرض. ده مش رد فعل عشوائي، ده وعي وذاكرة ووفاء. الفيل يقدر يجري بسرعة 40 كيلو متر في الساعة رغم وزنه الرهيب، ويقدر يعيش 70 سنة ويتعلم طول حياته. ولو وقع طفل إنسان في وسط قطيع فيلة، الفيلة تعمل حلقة حواليه من كل الاتجاهات وتحميه لحد ما حد يجي ياخده. عظمة حقيقية. الفيل مش مجرد حيوان، ده أكبر دليل إن ربنا خلق القوة والرحمة في نفس الكائن. عقل عملاق وقلب نضيف وذاكرة ما بتنساش. وفي الآخر لما تبص على الفيل كويس، تفهم إنك قدام مخلوق ربنا جمع فيه سر القوة وسر الحكمة، لكنه مثال حي إن العظمة الحقيقية مش في الحجم، لكن في العقل والقلب والذاكرة اللي ما بتنساش. ولو عجبتك الرحلة دي في عالم الفيلة، وعايز تعرف أكتر عن أسرار كائنات أغرب وأعمق، ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، واكتب رأيك في التعليقات، وشارك الفيديو مع أصحابك. واستعد لحلقة جديدة من وعي على خفيف. الجولة الجاية هتغير نظرتك للدنيا كلها.